السلام عليكم ورحمة الله تعالى ومرحبا في فيديو جديد. في هذا الفيديو سوف أقدم التشكيلة المتوقعة للمنتخب الجزائري ضد منتخب بوركينا فاسو على مستوى بطولة كأس أفريقيا الجولة الثانية. نتمنى التوفيق للمنتخب الجزائري وأتمنى أن يكون في الموعد وأن يقدم مباراة كبيرة. لنبدأ في التوقع لتشكيلة جمال بالماضي في هذا اللقاء. بداية مع مركز حارس المرمى، طبعا فهو المركز الأساسي، واللاعب الأساسي في هذا المركز للمنتخب الجزائري هو أنطوني مانديرا، الحارس رقم الأول للمنتخب الجزائري. قلبي دفاع رامي بالسبعين وعيسى مندي، الثنائي المنسجم، والتوقع بنسبة 100% سوف يكون الثنائي حاضر على مستوى قلبي دفاع. لاعب الظهير الأيمن فهو يوسف عطال. اعتدنا على يوسف عطال في هذا المركز مع المنتخب الجزائري، والتوقع ومشاركة يوسف عطال لاعب جيد مهاريا فنيا، كذلك على المستوى الدفاعي والهجومي. مثل الظهير الأيسر راين ايت نوري، لاعب ولفرهامبتون الإنجليزي، وقدم مستوى جيد في اللقاء الأول ضد أنغولا. راين ايت نوري في أول مشاركة له على مستوى المسابقات القارية الإفريقية. أما على مستوى وسط الميدان لدينا ثنائي الارتكاز نبي بن طالب. على الرغم من أن نبي بن طالب أعتبره شخصيا أسوأ لاعب في المنتخب الجزائري في المباراة الأولى، قدم أداء متوسط وظل يذهب بصورة ممتازة، وهو من تسبب في ركلة الجزاء. قدم أداء ليس بالكبير وليس أداء نبي بن طالب الذي اعتدنا عليه، لكن خبرة اللاعب تشفع له أن يكون في التشكيلة الأساسية للمباراة الثانية على التوالي. ولاعب في إمكانه أن يقدم مستوى كبير لأنه يتمثل بالخبرة الكبيرة مع المنتخب الجزائري، ولاعب قوي ويكون رائع على مستوى الالتحامات الثنائية، وأتمنى أن يكون في الموعد في هذا اللقاء. اللاعب الثاني هو المحارب والمقاتل إسماعيل بن نصر. إسماعيل بن نصر لاعب إي سي ميلان. المباراة الماضية قدم أداء متوسط، لكن في الشوط الأول كان أفضل وكان رائع على مستوى الالتحامات وكذلك صناعة الخلق والفرص على مرمى الأنغولي. في هذه المباراة سوف يكون أساسي بنسبة 100%، لأنه يعتبر الرقم الأول على مستوى خط الوسط واللاعب الذي لا يماس على مستوى مركز وسط الميدان. أما صانع الألعاب سوف يكون اللاعب حسام عوار، لاعب روما الإيطالي. حسام عوار شارك في المباراة الأولى كبديل، قدم أداء متوسط، لكن في هذا المركز أنا أراه سوف يشارك حسام عوار أو اللاعب سفيان فاولي لأنه يتمثل في الخبرة الكبيرة والأداء الرائع والمستوى الكبير مع المنتخب الجزائري على مستوى هذا المركز. حسام عوار في إمكانه أن يأخذ الفرصة في هذه المباراة لأنه أصغر سنا ولاعب مهاري وفني، وفي إمكانه خلق فرص ومحاولات وخلق إضافة قوية على مستوى خط الوسط وإضافة هجومية. لاعب يتمثل بالمهارة، ولاعب في إمكانه تقديم إضافة قوية في هذا اللقاء. وإذا أشرك اللاعب سفيان فاغي سوف يكون مثالي، لأنه لاعب مثالي على المستوى المشاركات الإفريقية ولاعب جيد، وكان قدم نسخة مثالية في 2019. أما على مستوى المقدمة والهجوم، رياض محراز قائد الفريق على مستوى الرواق الأيمن. على الرغم أنه لديه انتقادات كبيرة من المشجعين الجزائريين، لكن يبقى قائد الفريق ولاعب في إمكانه أن يقدم المستوى المطلوب، ومن كرة ثابتة يخطف الأهداف ويقدم مستويات كبيرة مع فريقه الأهلي. وكذلك أنا أرى في إمكانه التحسن والظهور في هذه اللقاء، لأن المباراة مهمة للمنتخب الجزائري. أما على مستوى مركز رأس الحربة سوف يكون التغيير من بونجاح إلى محمد أمين عمورة. طبعا محمد أمين عمورة أكثر سرعان، أكثر لاعب تألق هذا الموسم من اللاعبين الجزائريين على المستوى الأوروبي، مستويات كبيرة مع فريقه على مستوى الكرة البلجيكية، وأتمنى أن يكون في الموعد أنه في إمكانه تقديم إضافة قوية على مستوى هذا المركز. أما في الجناح الأيسر فارس الشيبي أفضل لاعب في المباراة الماضية ضد أنغولا، أتوقع مشاركته أساسي. أما بخصوص بلايلي وبنجاح، إذا كان سوف يشارك بلايلي أنا أرى سوف يشارك بنجاح، وإذا كان سوف يشارك بنجاح أنا أرى سوف يشارك بلايلي، لأن هذا الثنائي ساعدنا انسجام قوي بين هذا الثنائي في المباراة الماضية. ثنائي يمتلك خبرة رائعة على المستوى الإفريقي، وكما قلت ثنائي منسجم أكثر من ثنائيات فارس الشيبي ومحمد أمين عمورة، لكن اعتمد على الشباب لأنه في إمكانهم تقديم إضافة قوية على المستوى الهجومي، خصوصا بالسرعة والمهارة وإنهاء الهجمات، عكس بليلي يعاني بدنيا. كذلك مثل بوجياح شاهدنا في المباراة الماضية كانوا بدنيا في الشوط الثاني سيئين، ولم يقدموا مستوى الكبير على مستوى الشوط الثاني، وفي إمكانهم تكون
وفي إمكان أن يكونوا نقطة قوة على مستوى التبديلات في الشوط الثاني، لأنهم لاعبين خطيرين على المستوى الهجومي. ونتمنى التوفيق للمنتخب الجزائري. وهذا كل شيء من للقاء.